سلام المسيح. سلازار. سلازار أبرام. علي لي صوتك بعد إذنك شوي. أنا اسمي سلازار أبرام. أهلا فيك سلازار، تفضل سؤالك. في الحقيقة أنا في عندي أكثر من سؤال. السؤال الأول، مين اللي مات على الصليب؟ شو أنت؟ مسلم. مسلم. أوكي، تاني سؤال. ثاني سؤال، أنا بعتذر طبعا في حال أنه أسأت التعبير، ولكن وسيلة الإعدام اللي كانت مشهورة على الدولة العثمانية هي تعرفيها، الخازوق، المشهورة على الدولة العثمانية. فسؤالك هو إنه لو كان المسيح وضع على الخازوق بدل الصليب، هل كنتوا رح تقدسوا الخازوق؟ هذا الكلام. بتوقع قلة الأدب لوين ممكن توصل. لا كمل. لا لا, لا ثالث آسف سؤال. آسف ثالث أنا سؤال. آسف ولا حكيت يهمك ولا لك. يهمك، كمل. هلا المسيح حكيت لك نحن نؤمن بالمسيح. السؤال الثالث وهو الأهم، نحن مين نعبد؟ أنتوا مين؟ أنتوا المسلمين قصدك؟ نحن المسلمين مين نعبد؟ حلو. كلياتنا بنعرف في جميع الديانات إنه طريق الله واحد، ما في مستحيل يكون إنه طريق الله أكثر من طريق. كيف في تعرف؟ طريق واحد كيف إلى بتعرف الله. هذا الشيء؟ نعم. كيف بتعرف إنه طريق الله واحد؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حكي هذا الكلام. يعني وهو الطريق؟ طبعا هو الطريق. هو قال عن حاله بالقرآن أنا الطريق؟ ما حك اساسا القرآن ما هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنقسم اليهود على 70 شعبة والنصارى على 71 وأمتي على 72 شعبة، كلها في النار إلا ما عليه أنا وأصحابي. يعني أنت من أصحابه مثلا ولا أنت اللي في النار؟ أنا من أصحابه. أنت من أصحابه. طب خليني أسألك، اليوم لما أنت تلبكت لما سألتك إذا محمد ما قال لك أنا الطريق، فالطريق المودي للإله اللي هو واحد، شو عرفك إنه محمد؟ لو كان محمد كان قال لك أنا الطريق. يعني بدك تقلي القرآن ما اجى ليسرد سيرة محمد، طب يعني كان فاضي يسرد أبو لهب ومرت أبو لهب وحمالة حطب وما يقول لك إنه محمد هو الطريق؟ ما أساسا هذاك الوقت بدنا يعني نناقش بنبوة سيدنا محمد. وعلى فكرة أنا كنت بدي أحكي لك إياها. سؤال محدد لا تهرب منه مثل المسلمين. لا ما مهرب. طيب انت تؤمن بلسانك قلت انه هالطريق. هلا برجع بجاوبك على السؤالين الاولانيات لانه ما كثير بيعنوا لك، انت خليك بمحمد. انت قلت انه الطريق للاله واحد اللي بيوصل واحد، وانا اؤمن هو محمد. طب هات اللي وين محمد قال هو الطريق لنؤمن فيه؟ ما انا حكيت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شو بيقول؟ قال كلها في النار الا ما عليه انا واصحابي. طب يعني انت برايك اليوم اذا اجيت انا كماجي وقلت لك هالبشريه اللي هي 7 مليار، هاي 7 مليار كلهم في النار ما عدا انا وكنيسه الرب، كلكم في النار، انت هذا الامر ما بيصير سخريتك؟ ما بتضحك علي؟ ما بتقول لك واثقه من نفسها قوي؟ يعني شو دليله محمد انه هو واصحابه وهن شو يعني؟ هن كانوا شله قطاعين طرق وسبي وغنائم وقصص، هن بالجنه وهالعالم كله اللي بيامنوا بالاله، اللي بيصوموا، اللي بيصلوا، اللي بيعملوا اعمال خير، اللي عايشين عمرهم كلهم يقولوا له يا رب نحن لك، كلهم بجهنم، فقط كونه محمد قال انا واصحابي في الجنه فبتقوم انت بتصدقه مثلا. انا ليش مضطر اصدقك وصدقه؟ سؤال يعني، اسمح لي لو انا صريحه، عرفت ليه؟ هتقول لي هلا هذاك الوقت اول شيء نحن بدنا نبحث بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طالما دقيقه انا ما عم بقول لك مو نبي. اسمع يا اختي ماجي، بدك تهرب لنبوته انت. انا ما بهرب. انا ما عم بقول لك هو نبي ولا مو نبي. انا ما بهرب. حلو. جاوبني انا ما على بهرب. سؤالي او قول انا ما عندي جواب. انا بحترم اللي بيقول ما عندي جواب. وبكل صراحه طالما انا مصدق انه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعث من الله، فهذا دليل كافي على انه طالما مبعث من الله فالرساله اللي جاء فيها هي طريق النجاه والوصول الى الله في النهايه.
مين اللي قال لك ما ابراهيم مبعث من الله انت بتآمن؟ موسى مبعث نعم من الله نعم بتآمن؟ في نعم. عندكم كتار، في عندكم 1000 واحد مبعث من الله، ليش تقول لي هو الطريق الوحيد اللي اجى اخر واحد وما معترف فيه لا بالتوراة ولا بالانجيل؟ عدم المؤاخذة يعني مو مذكور اسمه ولا مرة لا بالتوراة ولا بالانجيل. يعني انت جاي تفرض علي واحد غير مذكور اسمه بالكتب السماوية، غير معترف عليه من الانبياء اللي قبله. لا ابراهيم قال رح يجي بعدي محمد، ولا موسى قال رح يجي بعدي محمد، ولا المسيح قال رح يجي بعدي محمد، مع انه المسيح طبعا هو الرب مع انه نبي. ولكن يعقوب، اسماعيل، اللي بدك يا اسحاق، الانبياء العهد القديم بالعشرات، ما حدا منهم قال عن محمد. فانت جاي تفرض علي لانه هو قال انا واصحابي في الجنه و72 فرقه والمليارات على الارض كلهم في النار، بدك يعني صدق هذا الحكي؟ طب بس ما شويه اقناع. انت لا مقتنع يا رجل؟ انت مقتنع بالكلام اللي عم تقوله؟ انت مقتنع أنا ولا انت أنا مجبور مقتنع. بالاسلام غصبا عنك؟ لانه في شيء اسمه حد الرده واسمه التجديف على محمد، ما بتسترجي غير تامن بما انزل لمحمد وبما انت قالوا لك انه هذا اللي منزل. هيك وليش؟ هيك سؤال سؤال بفهمك. سؤال 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 شوف يا سؤال. سلزار، انا بفهمك، بقول سلازار حدا معتر ما بيقدر يطلع عن الاسلام، بده يقنع حاله بالموجود بالاسلام. قالوا له محمد نبي قال لهم امين، قالوا له محمد الوحيد قال لهم امين. لو بدون ادله هو بده يصدق، والا يعتبر كافر ويخرج من المله ومرتد، والمرتد يقتل. فهيك بقول لك حبيبي ربنا يكون بعونك ويخلصك مما بلاك لانه هو المبتلي عندك هو الله. بس لا تجي تفرض لي هذا الايمان قدامي لانه انا ما بيقنعني عقليا. دقيقة حلو. واحدة، دقيقة واحدة. هلا أنت حكيت كثير ولكن ما أعطيتيني أساسا فرصة للجواب. اعطيتك اكثر من مره، سالتك قلت لي هو قال لي، هو قال كلهم في النار الا هو في الجنه، وانا مصدق. انا اعطيتك اثبت لي انه هو، انه كلامه صح. ما أنا حكيت لك هذاك الوقت لما بدنا نصدق إنه محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من الله، هذاك الوقت كل ما جاء فيه هو مسلم فيه إنه من الله. طب وانت ليش وطالما صدقت؟ هات لي انت كمسلم ليش صدقت انه رسول من الله؟ اللي صدقت، أول شيء بالمعجزات اللي قام فيها، حلو أول معجزه. شيء بسيرته اللي العطرة، أول شيء بالرحمة اللي هو كان فيها. ليك اول شيء معجزات لمحمد ما في بالقرآن. في عندك 300 ألف حديث عن محمد بدلوا أنه محمد كان لا شغلة ولا عملة غير يقول أحاديث يدونوها ورا. ما بيهمني حتى دقيقة ما شوي، بيهمك إذا بلا معجزات؟ دقيقة شوي. لا ما أنا هو ما بيهمني هذا بدي أفهم منك. كلياته. أنا بحب أفهم مخ المسلم كيف مركب أنا صراحة. في لا عندي، أنت اسمع مسلم اسمع اسمع مضبوط اسمع قدامي يعني. اسمع يا لا. أخت ماجي. أنت قلت لي أنا موجود. معجزات، خلينا وحدة وحدة، ما أنا بدي أفهم أنت كيف ما صدقت هي إنه رسول. ما هي خليني بس أحكي الكلمة. قول. أنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه إنه شق الحجر، ورد وين شو ورد الآية ورد عليه، بالقرآن بتقول إنه عفوا شق عفوا، الحجر؟ انه هات سبح أنت شو الحجر الآية اللي بتقول بايديه. شق الحجر؟ شو الآية انه بالقرآن؟ دقيقه شوي. انه سبح الحصى بايديه، نبع الماء من ايديه، ولكن حلو. هذا أنت في عم حال تسمعني أو حصل. لا؟ أي. انسى اليوم انسى. بالقرآن محمد كله على بعضه مذكور بالقرآن 4 مرات. فهدول ال4 مرات هل ذكر فيها انه شق الحجر واخرج الماء من بين ايديه، وانه هالقصص هي العظيمه كلها اللي عم تحكوا فيها؟ في حال، يا انسى ماجي خليني بس اكمل كلامي. في حال صارت هذا الكلام او ما صار، انا ما بيهمني. انا بيهمني شغله واحده، انه في عندي معجزه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى تاريخ يومنا هذا، اللي وهي هي القران الكريم. حلو كمان هذا الكلام. شوف رده يا عيوني. اليوم لما بدك تقول انه القرآن هو معجزة محمد، لانه انت عندك شك بمعجزات محمد، لانه اصلا ما عندك قدرة تدافع عن شق الكذا، وان الخشب لما اجى الخشب حضن الخشبة، قام الخشبة قال انت تحته هالحكي، ولا عندك ادلة. وهي مو معجزات. المعجزات هي اقامة موتى، هي شفاء عميان، هي تطهير برص. نحن المعجزات اللي عملوها الانبياء ما غريبة عننا. المعجزات الغريبة هي هاي تبع حنن له الحجر وطار على حصان ما حدا شافه فيها، واخرج من بين اصابعه مي ما حدا شرب منها، وشال غبره من عين علي بن ابي طالب. يعني نحن اليوم حتى اذا صار اذا بتصير معي هاي المعجزات بقول لهم لك نسترب لحدا يحكي فيها عيب. نحن بنحكي بالمعجزات الكبيره، هاي ما اسمها معجزات. فانت لانك ما عندك قدره تدافع عن هالمعجزات بتهرب لقصه اعجازه العظيم هو القران. صح؟ يكفينا. تعطيني شيء موجود بالقرآن
إعجاز موجود بالقرآن غير مسروق من التوراة والإنجيل؟ إعجاز غير مسروق من القرآن والإنجيل، من عفوا من التوراة التوراة والإنجيل، والإنجيل. فات ببعضه. إيه، ليش أساسا في معجزات بالتوراة والإنجيل؟ ما هذا اللي جهلوكم فيه يا أمة محمد. أنت مانك قاري التوراة والإنجيل. إذا بتقراها بتلاحظ أنه من خلق الجنين اللي أنت مفتكره محمد، ما أدرى محمد بخلق الجنين قبل 1400 عام. لا الأرض الكروية، لا ما سيحدث، لا الثقب الأسود، اسمع، لطريقة خلق السماوات والأرض، لأول كائن خلق على الأرض، لطريقة تركيب البشر وطريقة فناء. أنا عاملة حلقة اسمها كيف أخذ القرآن الإعجاز العلمي من الكتاب المقدس، جديرة إنك تروح تشاهدها. عل وعسى بصلي لإلك تنفتح عيونك عن الحقيقة، لأنك حدا يمكن طيب ولكن معمى على أبصاره. أنت يا عيوني أنا برجع بتحداك تحدي، وراح أعطيك شهر كامل تروح تحضر تطالع لي معجزة بالقرآن، معجزة أو إعجاز أو أمر تنبأ به محمد غير مذكور بالتوراة والإنجيل. إذا ما عندك، إذا هو مجرد ناسخ عن أصلي، وأنا بتبع الأصلي. إذا لقيت تعطلع واجهني. طيب وين نسخ محمد؟ ما ذكرت لك اللي ساعه بحكي انتم ماشي، المشكله لا المشكله دقيقة عندك. دقيقة، هلا في ناس عم يحضروك وانت انت هلا اوعدهم تطلع تغلب انت ماجي، ما فهمتي علي. وربنا يعينك على ما حطك فيه. انت اسمع، ما فهمتي علي النقطة، انسه ماجي. لا انا فهماني كثير منيح. انتم بتهربوا إنه لجمله ما فهمتي علي. لا 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 انت لا قلت لا لا لي اعجاز لا، القران اعجاز محمد، وانت انت ما تؤمن فهمتي علي. بمحمد انه الطريق علما انه ما قاله. مو وين من عند مين؟ لك شو دخل هلا بدك تلف من عند مين؟ لا هلا من بدك عند تغير مين؟ الحكي صرت كمان. ما تغير يا حكي، جاهز، انت مانك حكيتي جاهز. لي. اي انا ما رح اقعد يقولوا عم تناقشي جاهل بالاسلام، لانه هلا الاسلام رح يكتبوه هيك، رح يقولوا لي طالع معك واحد جاهل تناقشي لا وانت لا حدا لا طيب. ابدا. ما بدي على يسيئوا فكرة لك. انت لهلا ما جاوبتيني ولا على سؤال من اسئلتي. اول هلا شيء، رح ثاني جاوبك، رح شيء جاوبك، ما عم ما رح عم سكر تعطيني معك مجال وجاوبك. مشان. انت عاجز عن الدفاع عن دينك، عاجز عن الدفاع عن ماني نبيك، عاجز، عاجز عن الدفاع عن قرآنك. ماني جاوبني عاجز، اذا ماني ما كنت عاجز، انت ما عاجز. عم طيب تعطيني حلو مجال. حلو، اعطيني سؤال اللي يخليني انا اقعد هلا واقول لك امين لدينك. اعطيني آية او اعجاز موجود بالقرآن، واحدة بس، تنبأ بها محمد او القرآن او رب محمد غير موجودة قبله بالتوراة والانجيل. لك انا تحديت الشيوخ بزمانات الشيوخ، مو انت شكلك مو شيخ، قلت لهم جيبوا انا انسان اضافها بسيط، انسان محمد اقل من شغله حالي. واحده، مو اعجاز. لك شغله واحده اضافها محمد تخليني اقول هذا النبي على حق، والانبياء اللي قبله فعلا هو متمم، لانه في شغله كانوا ناقصينها وتممها. شغله واحده هاد. يلا بختم معك. انه هلا بدك تسلبها على عالم. خلص روح، خلص احفظ ما اقول هلا شيء. دقيقة، احفظ ما انا ما راح اروح لحتى تجاوبيني على الاسئله. ما انا سألتك انت، انا عم اقول لك اعطيني شغله جابها محمد او القران غير موجوده، هي اعجاز غير موجود بالتوراه والانجيل. ارجع قل لي انه ما سمعت. الو، قطع الخط. يلا باي حاجتك، باي. معتر. يلا غيره انا اول الشهر عندي اياه يوم مبارك. يعني بتمنى. شوفوا، هي القصة مو غالب ومغلوب، لأنه الغلبة طبعا لنا بالرب يسوع المسيح. القصة أنه تنفتح عيونك. أنت لما بتجي بتتبع نبي، هو ما قال لك أنا الطريق، المسيح قال أنه هو الطريق. فأنت لما بتقول أنا أؤمن بالمسيح، تؤمن بالمسيح وكفاك به إيمان. ما عاد فيك تقول لي محمد، خلص شو بده يعمل محمد حد المسيح؟ بالمنطق حاكيني شو بده يساوي؟ بيجي بتقلي شلوا الغبرة من عينه لعلي، وما عندك إثبات عليها بالقرآن، بتروح بتلف. لا، المعجزة هي القرآن. بشو معجزة؟ برتقا فتقناها وفتقا رتقناها والسجع والطباق. شو أنا جاية آمن بإله الشعر والنثر؟ بدي معجزة حقيقية أنا كبشر تقلي هذا الإله الحق. إذا ما عندك، بصلي ربنا يفتح عيونك وفعلا توصل للإله الحق.